المعلق المشهور عالميا وآسيويا البوهي. شكرا جزيلا. البوهي، نعم، لدينا 3 أسئلة اليوم لتجيب عنها وبكل صراحة يا السيد بوهي. تفضل على الرحب والسعة زميلي اسماعيل. ما هي السؤال الأول هو يتعلق بالمنتخب المغربي في مونديال. ما هي حظوظ المنتخب المغربي في التأهل للدور الثاني؟ تفضل يا اخويا. المنتخب المغربي يعني على مر التاريخ دائما يكون لدينا منتخب قوي، لا فنيا ولا على مستوى اللاعبين العالميين، ولكن دائما ما نصطدم بالواقع عندما يتعلق الامر بالمباريات المصيريه. المنتخب المغربي لا ينقص قيمه على المنتخبات التي تتواجد معه في المجموعه التي تضم كل من كرواتيا وبلجيكا وكذلك المنتخب الكندي. فأنا أعتقد بأن المنتخب المغربي إذا ما استطاع أن يجتاز امتحان كرواتيا، أعتقد بأن المنتخب المغربي سيذهب للدور الثاني، وربما أيضا في الدور الثاني سيذهب بعيدا، لأن المنتخبات ليست كسابق العهد. يعني لا، النجوم ليسوا حكرا فقط على المنتخبات الأوروبية والمنتخبات أمريكا الجنوبية. المنتخب المغربي لديه من المقومات ما يسمح له بتجاوز هذه المنتخبات. فأنت لديك واحد من أفضل حراس المرمى في العالميين، فبونو يمكن تصنيفه من بين ال10 الحراس في العالم، وكذلك أنت يعني لديك أيضا أفضل ظهير أيمن في العالم. سؤال آخر عن منتخب تكلم عنه الكثيرون، نعم، في الآونة الأخيرة، وهو المنتخب السعودي. يقولون أن المنتخب السعودي سيكون الحصان الأسود في مجموعته. يعني رونالدو عنده الخبرة وعنده التجربة التي تسمح له ليقود المنتخب السعودي إلى خارج البطولة في دور المجموعات. فالمنتخب السعودي سيكون الحصان الأسود في هذه البطولة الذي سيركبه الجميع. نعم البوهي، لدينا سؤال أخير، أو عفوا سؤال آخر. من ترشح للفوز بالمونديال؟ اعتقادي أن نرشح منتخبا على الآخر هذا سيكون صعبا، خصوصا بأن المنتخبات العالمية كلها تشهد يعني انخفاضا في المستوى. لا على مستوى المنتخب البرازيلي لديه قوة هجومية نعم، ولكن في وسط الميدان عنده ضعف كبير، وفي حتى في الدفاع. والمنتخب الأرجنتيني يمكن لأنه لديه ليونيل ميسي، هذا بتفوق بين المنتخب الأرجنتيني على بقية المنتخبات. أما بخصوص المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني والفرنسي أيضا، لا أعتقد بأنهم سيذهبون بعيدا في هذه البطولة. وتأكدوا وتذكروا كلامي، فالمنتخب الأرجنتيني أو حتى البرتغالي، نعم البرتغال، لأن لديها كوكبة من النجوم التي تنشط في أكبر الدوريات وأكبر الأندية الأوروبية. شكرا البوهي على هذه. بخصوص تذكير للمشاهدين، ستكون هنالك فقرات جديدة